اكيد كلنا عندنا اطفال بتتكلم مع حد قدامها وهي بتلعب، واحنا بنفسر ده ان هي دايما بتتكلم مع نفسها، ولكن الفيديو ده بيوضح عكس كده تمام. فيديو جديد مع شيء مخيف جدا من ليولورد اللي اتنقلت في بيت جديد هي وبنتها الصغيرة، ومن ساعة ما نقلت في البيت ده لاحظت ليولورد على بنتها انها بتتكلم مع صديق وهمي، وده سبب قلق كبير ليولورد لما بتلاقي بنتها بتتكلم كتير مع نفسها، وبسبب كده قررت. We are just moving in. I'm literally, it's such a mess. I'm sorry, but we're moving into this old house, and my daughter has been talking to an imaginary friend, except for it feels really real. Obviously, it's an imaginary friend, but it's been weirding me out, and I'm wondering if something is triggering it or why it's happening. So I put this camera down and I'm just gonna let it run and we'll see. زاد فضول ليولورد عندها لمعرفة مين اللي بيتكلم مع بنتها الصغيرة، وايه اللي بيحصل مع بنتها وهي في الأوضة بتاعتها لوحدها، فحطت كاميرا داخل الغرفة. وتعالوا نشوف صورت ايه. تسجيل الساعة 7:24 مساء. Hey guys, this is what the camera picked up, captured, whatever, a couple nights ago. And I'm freaked out. I really don't know what to make of this. This looks beautiful and funny. What are you guys doing? Do you want to play? Do you want to? Do you want to sleep? Come on, please. بطريقة مرعبة فتح الباب من نفسه، وكأن حد بيفتحه بكل بطء، وواقف قدام البنت. وبتخرج بنت ليو خايفة من الأوضة. ولو سمعت صوت الفيديو كويس أكيد سمعت صوت الجرير اللي خارج من حد واقف بعد ما فتح الباب، وتحسه من صوته المرعب إنه غضبان. وبعد اللي حصل ده اتأكدت ليولورد إن بنتها الصغيرة لها صديق، ولكن ليس خيالي بل هو حقيقي، وليه علاقة باللي حصل في أوضة بنتها. ولحد دلوقتي لوي مش عارفة تعمل ايه او تفسر ده بايه. لو كنت تعرف اكتب في التعليقات وقول لنا ده حقيقي ولا فيك. في حوالي الساعة 3:30 صباحا بيقوم ايرون من نومه في شقته اللي بيعيش فيها لوحده، على صوت خطوات على السلم اللي جوه شقته بتطلع وهي بتتسحب، واللي صورته الكاميرا كان مرعب. في وقت مش بعيد عن الحاجات الغريبة اللي بتحصل في شقة ايرون،
جت الشرطة واستجوبت ايرون، وكان شاف اي حاجة غريبة بتحصل لجاره اللي تحت، واللي اتضح لايرون ساعتها ان الريحة الكريهة اللي كان بيشمها والدبان الكتير اللي ملموم على العمارة ده كان سببه تحليل جثة جاره اللي ساكن تحته. هو تحليل جثة جاره اللي ساكن تحته، وانه جاره ميت في الشقة بطريقة غامضة ومش عارفين ايه هي السبب. وده خلى ايرون قلقان جدا من اللي حصل لجاره، وكان بيبات كل ليلة صاحي من كتر القلق، لحد ما في يوم في حدود الساعة 43 دقيقة صوت أجراس منبه وضوضاء شديدة داخل الحمام. أيقن إيرون إن الدور جاي عليه بعد اللي سمعه في الحمام، دوشة وأصوات جوه الحمام وملهاش مصدر. وكثرة الأصوات والحركات اللي بتحصل كتير في شقة إيرون بعد موت جاره اللي كان ساكن تحته. خطوات بتطلع على سلم شقته، والنور بينور بيطفي بدون سبب، وده غير الحاجات اللي بتحصل جوه الحمام. وبالفعل إيرون اتأكد من سبب الحاجات اللي بتحصل جوه شقته وربطها بموت جاره. وبعديها قرر إيرون إنه يسجل كل اللي بيحصل في شقته بتليفونه، واللي صوره كان مرعب. شوف كده. Here we go again. The lights. Ooh. See? It's doing it again. I'm not gonna run. الإضاءة بتنور وبتطفي بطريقة غير مفهومة، وبتتحرك كل حاجة بشكل مخيف ومرعب، لحد ما وغير مرئي هو اللي بيعمل كل ده. وبعد الليلة دي
ايرون بقى قلقان جدا من كل اللي بيحصل في الشقة. هو مش عارف ازاي يحل المشكلة دي، وساعتها حس بالعجز تجاه اللي بيحصل ليه، فاضطر انه يعرضه على مشاهديه على اليوتيوب. ونصحه احدى مشاهديه بحرق قطعة بخور من المخمرية واستخدام بيضة لطرد هذه الروح الشريرة من شقته. وللأسف ايرون استخدم التجربة، ما كانش عارف هيحصل له وهو بيقابل شيء مجهول بالنسبة له، مش عارف ممكن يعمل ايه معاه. تعالوا نشوف التجربة عملت ايه مع ايرون. Use what y'all said and put the egg in the middle of the room. The egg in the middle, okay? It keeps going out. Okay, it's good. Okay. If anything is here, you are not welcome. Is it going out? Oh, it's good. You're not welcome here. You have to leave. You're not welcome. I really didn't want to light. You're not welcome here. You have to leave. There we go. Don't show no fears. You're not welcome here. Not welcome. In the corners. The thing is moving. Not welcome here. You have to leave, find your way out. Okay, I think that's enough. I think I'm just getting the spirit mad. بالرغم من تثبيت ايرون للرينج لايت في الزاوية، الا وانه اتحرك بفعل حد موجود، وكمان الحاجة الموجودة فوق الباب اتحركت بطريقة غريبة. والاغرب لما ايرون مسك البيضة اللي كان حاططها على الارض وفتحها، واللي نزل منها كان صدمة. Hopefully I have a bad spirit in here. Something. غريبة بتخرج من البيضة. بعض المشاهدين بلغوا ايرون ان البيضة لو على غير طبيعتها فده بيشير ان فيه روح شريرة في الشقة، وده سبب لايرون القلق اكتر من الاول، وبدأ يحرق المرمرية اكتر ويسيب الشبابيك مفتوحة زي ما نصحوه بعض مشاهدينه علشان تخرج الروح الشريرة. ويستمر ايرون في التطهير التاني. تعالوا نشوف. Okay. Here we go. So if there's a demon in here, you are not welcome. You have to leave. You're not welcome. Still smoking. It's barely lit. You know, people don't think that you're real. People actually think that you don't exist, but I want to show them. So show yourself. Don't be scared. Just show yourself. Come out. Okay. Something's definitely showing itself. But it's okay because I got the sage and this. It's barely lit, but it's okay. It's still lit. I'm okay. I'm scared to go around this corner. See. Here we go. Okay. I'm actually gonna turn on this light. Right now, I kinda don't wanna turn around. Okay. Well, if you're here, you have to leave. Or do something to this egg. Do something to this egg. Move it. Maybe it left out the window or something. Okay, let's go do the egg so I can leave my apartment. There's nothing on my hand, nothing.
I want to get out of here. Okay, here you go. And again. I don't know why. خطوات غامضة ومتخفية بتنزل من على درجات السلم، بيخرج من البيضة غير الطبيعي منها، بل بالعكس خرجت أسود من الأول. طبعا إيرون زاد خوفه وحس إنه هيتجنن. حتى أصحابه جوله زيارة وبقوا مستعجبين من حاجات حصلت وهم قاعدين معاه وشافوها بعينهم، وكان مرعب جدا اللي شافوه. تعالوا نشوف. So the TV turned off right now by itself. This has been happening too. Dude, something like that, dude, you gotta. I feel like I've seen that before. You gotta. Whenever since I was young, you gotta like call it out or something. Like you just gotta. That is call, like creepy, literally, bro. dude. Just like, is anybody here? Is anybody here? Like, no, you just gotta. You just anybody here first. زي كل الحاجات الغريبة اللي بتحصل في شقة إيرون، بتشاور الإشارة إن في حد حرك الريموت بطريقة هادية، وده بيأكد إنه واقف معاهم بس هما مش شايفينه. ولحد دلوقتي إيرون بيوثق كل اللي بيحصل في شقته ويعرض على مشاهديه، يأمل إن يلاقي حد يساعده. هل كل اللي بيحصل في الفيديو ده حقيقي ولا مفبرك أو فيك؟ سبت لك الحكم، واكتب في التعليق إن كنت تؤمن بوجود العالم الآخر، وهل حصلت معاك أي حاجة زي ديت؟ اكتب لنا في التعليق. وللأسف خلص وقت الحلقة، بس قبل ما نختم الحلقة هنكسب مع بعض حسنات ونستغفر الله ونتوب إليه ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وما تنساش تدعمني بلايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.